انا سايب المفتاح في باب الشقه. هنقعد بقى حياتنا. ايوه صباح الفل. احنا رايحين دلوقتي الوكاله عشان نجيب حاجات للعربيه بتاعتي، ومش عايز حد يتكلم خالص عن عربيتي بشكل وحش. معايا مين بقى؟ انطون. انا سايب المفتاح في باب الشقه. سبت المفتاح في باب الشقه. نهار ازرق على قلت لك انا عارف ان اليوم ده لا تنحني. ايه الريحه دي؟ الريحه دي شبه ريحه البت نانسي. مصطفى اهو، الرجل الذهب، ملك القشطه. لا والله جامد. ايه ده؟ انا جايبه عشان الوكاله والله. بص المنظر، بص كنت بعمل ازاي. ده اللي انزل بيه الوكاله، ده الكوتش القديم اللي بنزل بيه الوكاله. توكلنا على الله. يا محلى كلمة بلدي في غنوة بين سطرين. وصلنا الوكالة، والوكالة مكان غني جدا بكل التفاصيل وقطع الغيار. الكلب ده حبيبي قوي، جنود بقى وكل اللي انت عايزه. بس انا كنت عامل لستة طويلة عريضة ب3 حاجات انا محتاجها فعلا جدا، وحاجات محتاجها فعلا لكن مش جدا، وحاجات لو ربنا كرم ماشي نبقى نجيبها وربنا يرزق بفلوس ونجيبها. قعدت مع الحاج سيد عمر. الحاج سيد عمر من اكبر الناس هناك في مجال قطع الغيار، وكان عنده فلوس، والراجل يعني كان منتظر ان احنا نروح له علشان ناخد حاجات بالفلوس دي. قلت له على الليسته بتاعتنا، وقعدنا نستنى نشوف بقى لما يدور في الكنز، في المغاره بتاعته المليئه بكل التفاصيل بكل عربيات المرسيدس. ظهرت الاماره واداني حاجه لقيتها الشبكه بتاعت السماعه اللي في الطابلو، حاجه مش مهمه خالص، لحد ما ظهرت كرتونه هتغير حياتنا. فتحت الكرتونه ما لقيتش حاجه تستحق، ولمحت الدركسيون قلت له طب هاته. قعدنا نتكلم، فوجئنا بان اللي احنا عايزينه مش موجود. هو يا دوب كام حاجه تافهه كده، ولا حاجه منهم من الاولويات. رجعنا خيبانين. راجعين من الوكاله ايد ورا وايد قدام، فوق 25 حاجه محتاجينها. لقينا اكتر 3 حاجات مش فارقه، واحده منهم الدركسيون مثلا. بعدين كلمت الاسطراني عبيد. بص سيد رد عليا وقال لي ان المقص معوج. يعني ايه المقص معوج اعزائي الصغار؟ يعني هنحل ونفل. ده احنا داخلين على علقه رجال من ذهب. انطون حبيبي يا ريس، الناس فاكراك اخويا يا انطون. قلت لهم انطون اخوك؟ انطون اخويا. ومصطفى طبعا انا قلت له يلا ننط في الميه دلوقتي. والله العظيم هينط معايا. نرجع بقى متشوقه، نستمع الان الى شفيقه متشوقه، بس شفيقه المزيفه. نسمعها مع بعض دلوقتي. متشوقة والشوقة تاني متشوقة. احنا دلوقتي رايحين عايزين نلحق قبل العيد نعمل الرخصه. بدر الحمد لله. اولا عايزين نروح النزهه اللي هو المرور بتاعها في التجمع، في حته كده بعيده جدا في الجزائر، بتطلع شهاده تثبت ان العربيه دي ما عملتش حاجه غلط، العربيه اللي مركونه تحت البيت. ناخد بقى الورقه الجميله دي ونرجع على المرور بتاعنا نقول لهم يا جماعه الراجل ده اشترى العربيه دي من الراجل، والعربيه الحمد لله عفيفه، ما لا مشيت مخالف ولا كسرة رادار، عفيفه. عايزين نلحق نعمل الكلام ده. ولكن اولا هل الموضوع هيبقى كده اهو سلس؟ لا العربيه محتاجه ظبط زوايا، لانها مبدئيا كده الحمد لله جبنا لها امبارح مقص جديد، طقم مرات، مسمار سناره، وفي كهربائي ما يعلم بيه الا ربنا. امبارح بقول له يعني دي العربيه دي اسافر بيها، عايز اروح اقعد على اهلي في كفر الشيخ، عيد داخل اسافر بيها كفر الشيخ، روح جهنم. واضح انه كان بيتكلم حرفيا يعني ان انا هروح جهنم. العربيه النهارده 25 دقيقه محتاره، مش عارفه تدور ولا لا، ومحتاجين ظبط زوايا بعد هذه المقصات وهذه عايز اجيلها فوق وجيلها تحت. قصه اهلا وسهلا. بناء علينا نروح دلوقتي نعمل الزوايا بسرعه. مش عارف بقى اروح اضرب الكهربائي ده بالنار ولا ايه. هو الصح ان هو ما يمدش ايده في العربيه تاني عفيفه، لان في جو كده اللي هو ايه، في تناكه، في عنطزه كده، انا مش فاهمها ومنرفزاني. بعد اذنكم يا جماعه. خدنا اول يو تيرن بعد القريه الفرعونيه، وبعدين في بنزين على اليمين دخلنا من عندها، في الشمال لقينا الورشه بتاعت باشمهندس حماده على يميننا كده. الراجل ده عاجبني جدا، انا متفائل خير بالنتيجه ان شاء الله. انا عاجبني جدا ان هو اولا مهذب جدا في طريقه كلامه. ايوه ما جابهمش.
ومحدد ورايق كده، الامور سهله وبيقول الحاجات بشكل منمق وشبه المصريين قوي كده اللي هم الحلوين دول. نضيف جدا في طريقه تعامله، نضيف جدا في لبسه. لا مهندس كده رايق، وقال لي كام نصيحه في العربيه فرقوا معايا جدا. فاظن ان هو بتركيزه ده وبخبرته، الراجل بقاله 47 سنه ان شاء الله بيشتغل في المجال ده، فانا متفائل ان الدنيا هتبقى حلوه. احنا دلوقتي ظبطنا الزوايا والدنيا تمام، فاضل بس ننفخ العجل ونظبط الضغط بتاع الكاوتشات. قعدت نص ساعه على مدار، رجعنا تاني بقى للدكتور سعيد يشوف لنا ايه الحكايه دي، ويا رب ما ينده عمرو، لان نده عمرو هتبقى حاجه في منتهى العظمه. العربية لازم تبرد، ابقى سخنة، نروح بقى نشوف اي حاجة ناكلها ولا بتاع. الجدع ده ما بياكلش خالص، سلم على الناس قول لهم انا ما بفطرش، ما بحبش افطر، ولا بيشرب شاي ولا بيشرب قهوة ولا بيعمل اي حاجة. شوية بن بقى. احنا كنا عند كشري اسمه زيزو وما كانش حلو. انا مش هطبطب على حد تاني. كنا على العربية ماشي هتربطه، هتحله وتربط. هحله. طب هتقسم المشاهد ازاي؟ بص هنا حضرتك، ادي 1 3 4 2. ايه ده؟ يعني ثانية واحدة، يعني العادي كده ان النقاشات فجأة بتقف، في حد ظهر فالنقاش يقف وانا في نص الدرس، فاهم؟ بس ان شاء الله هتعلم بعد سنة. بص يا معلم، تبعد عن السمك والبيض وجينا بعد العيد. بسم الله الرحمن الرحيم. عملنا بقى ايه؟ ظبطنا الزوايا، غيرنا البوجيهات، واتعلمت تغيير البوجيهات، ودلوقتي هنتجه جاهدين فاشلين على رأي الاستاذ محمد ان احنا نروح البنزينه نغير ميه الرادياتير. الصوت ده مش من عندنا، الصوت ده مش من عندنا. العربيه الرباعيه دي هنعمل في حاجه ثانيه هنعملها كانت ايه؟ وعلى الله بقى، على الله بقى يا رب. انا بقالي فتره طويله بتعامل مع احمد في اي حاجه تخص الكاوتش، لان هو امين وشاطر وابن حلال ومبتسم، والاهم بالنسبه لي ان هو من اول الحرب لحد النهارده بريسلت فلسطين في ايده. شكرا يا احمد. لن تذبل فينا ورقة تين. ظبطنا الهواء، العربيه طبعا اختلفت تماما، الدنيا ظبطت قوي. عايزين بقى نغير ميه الترعه اللي في الرادياتير، وعايزين نطبع صاحبه حبيب قلبي. هنقعد بقى حياتنا. وصلنا البيت الحمد لله. الحمد لله. هو اللي احنا عملنا ده ايه؟ الفلوج ده في الاخر يعني هيبقى ايه الحكايه؟ عملنا الايه؟ البوجيهات. البوجيهات. عملنا قول لي والنبي اديني واحده والنبي. عملنا البوجيهات. يلا نشوفكم في اللوج تاني ان شاء الله. دلوقتي هيجي لنا عم مساعد ينظف العربيه يغسلها وكده. لو وافق ان هو يتصور هنكمل الفلوج، لو ما وافقش مش هنكمل الفلوج. هنكمل الفلوج. عفيفه